شلونك شيخ مجتبى؟ حياك الله. شيخ مجتبى، أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما جمع القرآن بين اللوحين لماذا جمعه على غير ترتيب نزوله كما أنزله الله على النبي؟ لا جمعوا على ترتيب نزوله، لا عرضوا كيف عليهم وسورة رفضوا. الفاتحة أول القرآن وهي ليست أول آية نزلت على النبي؟ هذا القرآن الذي بين أيدينا بخلاف الذي جمعه، اللي جمعه على حسب الترتيب، يعني اللي مع التأويل اللي رفضوه اللي هو عند الإمام المهدي. إذن هذا القرآن الذي بين أيدينا أمير المؤمنين علي لم يكن مشاركا بجمعه ولا في تنقيطه، صح؟ لا، هذا على عهده، هذا يختلف، هذا بدون تأويل، ذاك بالتأويل. هذا بدون تأويل جمع على الأمر الذي جعله النبي، اقتضاء حكمة النبي أن يكون الأمر على هذا الجمع بهذه الطريقة من الفاتحة إلى الناس. إيه هذا اللي جمع عثمان الذي بين أيدينا الآن؟ لا هذا ما عليه دليل عثمان. شنو دليلك عثمان؟ في كتب السنة عثمان اللي جمعه وفي سند عثمان. أنت سني ولا شيعي؟ أنا شيعي. اي انت كلمني عن الشيعة، شنو الدليل الشيعة هذا مال عثمان؟ هذا الالزام اللي اعطيتك اياه الان قلت لك انه جمعه على غير ترتيب نزوله. لا اريد دليل ان هذا قرآننا قرآن عثمان. هذا قرآن عثمان برواية ابو ذر الغفاري في كتاب الاحتجاج ان امير المؤمنين علي قال ان هذا القرآن جمعه عثمان وقد تلاعب في جمعه. وين الدليل؟ اقرا لي الرواية. في كتاب الاحتجاج حتى اشكل عليه القرآن امير المؤمنين علي. اقرا الرواية لا تألف من يمك. ما مؤلف رواية ابو ذر الغفاري. اقراها اريد تقراها. بعدما انكروا. لا هاي سوالف يلا لا مو سوالف، حقرا لك مضمون الرواية. لا تقرا لي مضمونها. عندما تقرا الكتاب الجزء تعطيني مجال وتقرا نص الرواية، مو انت تألف لي. اعطيك نص. يلا. ما مؤلف حبيبي، ما مؤلف. عمر بن الخطاب من صار خليفة بعد النبي بعد ابو بكر اجى امير المؤمنين علي في كتاب الاحتجاج قال له اخرج لنا القرآن لكي نحرفه فيما بيننا. فامير المؤمنين ماذا قال له؟ هيهات ليس الى ذلك سبيل، انما جئت به لابو بكر لتقوم عليكم الحجه وان لا تقولوا انا كنا عن هذا غافلين، ان القرآن الذي عندي لا يمسه الا المطهرون. فقال عمر لعلي بن ابي طالب وقت معلوم. اسمع وانا اقول ان علي بن ابي طالب لا تحكي قصه. فقال عمر لعلي هل لاحضاره وقت معلوم؟ قال نعم، اذا قام القائم من ولدي يظهره على الناس فتجري به السنه ويجمع الناس عليه. يلا هسه تفضل. فلما اطمأن عمر ان القرآن لا يخرجه علي الا في زمن المهدي، جمع القراء زيد بن ثابت وعبد الله بن أبي وقال لهم ألفوا القرآن الذي جاء به علي وأسقطوا منه فضائل محمد وآل محمد ومثالب المنافقين من المهاجرين والأنصار. فقال زيد بن ثابت لعمر إذا فرغت وجمعت ما أنتم أردتم، إذا جاء علي بالقرآن أليس يبطل ما عملتم به؟ فقال عمر ما الحيلة؟ قال أنتم أعلم بالحيلة. فدبر عمر مع خالد أن يقتلوا علي وفشلوا. رواية طويلة جدا. شنو اسمك؟ أنا اسمي أحمد. طيب ممكن تقرأ الرواية، لا تحكي لي القصة اللي بذهنك. ممكن تقرأ الرواية جزء الصفحة مع سند الرواية. الكتاب حاليا مو بيدي، الكتاب مو بيدي. بس هي الرواية. روح جيب الكتاب وتعال جيب لي الجزء والصفحة. أنت شلون تناقض نفسك الآن؟ دقيقة. لا تحكي لي قصة. أنت قاعد تحكي قصة. تقول هذا القرآن جمع علي، يعني علي يجمع قرآن واحد يظل فيه الأمة والثاني يظل مع الإمام المهدي. اسمع هي المسألة مو صراخ وأنت وأنا وتناقض. ماكو اي تناقض. وين الحكمة من ان علي يجمع قرآنان، واحد يظل به الناس والثاني يخفيه مع الامام المهدي؟ جاوب. اسمع مو تريد تهرب. انت الان كذبت على علي بن ابي طالب ونسجت رواية من خيالك. انطينا الكتاب الجزء الصفحة السند وتقراها، مو جاي تقول لي من حفظي والكتاب مو يمي. انا همين الكتاب مو يمي، وهذا القرآن جمعه علي بن ابي طالب بترتيب وين الرواية؟ اشو تألف روايات من عندك واقول له وين الرواية يقول الكتاب مو يمي. طينا الكتاب الجزء الصفحة الرواية، وهاي يحاول يهرب من الرواية، يطرح أسئلة وين الحكمة وين المدري شنو. أنت قلت هذا قرآن عثمان، شنو دليلك؟ قرأت رواية من ذهنك. انطينا هذا التليفون، انطيني الجزء والصفحة، أنا أطلعها مو إلا أنت تجيب الكتاب. طيب تفضل. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ